في ميناء الصيد البحري ببنجردان يتوافد هواة الصيد يوميا، خصوصا خلال فترتي مطلع النهار وآخره. يحمل كل منهم عتادا خاصا به يتضمن سنارة ووسيلة لوضع الغنائم. يقفون على حافة رصيف بمفردهم أو ضمن مجموعات، ويشرعون في مراقبة المياه الراكدة للميناء البحري لاختيار أماكن تجمع الأسماك. يحمل هواة هذه الطريقة في الصيد أدواتهم البسيطة ويتجمعون في الميناء، ما يمكن أن يوحي بأنهم يتنافسون على من يصطاد أكبر حصة من الأسماك. بشير شاب اختار هذه الهواية التي يقول أنها ترفه عنه وتنسيه مشاغل الحياة، إضافة إلى أنها تعلمه الصبر. اتفرج ديما في الفيديوهات في الفيسبوك الريلز يكون فيهم مثلا الجماعة اللي تصطاد بالقصبة، تشوف الحوت، تشوف الناس كيفاش تشد الحوت هكذا. عجبتني الحكاية، قلت برا نجرب. شريت موليني قصبة وتفرجت في فيديوهات على اليوتيوب مع عاونوني شوية هكا سنرجية، بدأت تشوف هكا الصراع مع الحوتة، فهمتني كيفاش يلزمك معناتها تخترع لها حيلة باش تشدها، فهمتني. ما كان الصراع الكومبا هيك بينك وبين الحوتة هي اللي تخليك تنغرم، وأول حوتة تشدها هي اللي تزيد تخليك معناها تنغرم معناها على قاعدة، فهمتني. المس هذاك متاع أول مرة هيك، فهمتني، أول حوتة هيك تشدها، فهمتني، هيك هي اللي تخليك معناتها تنغرم بالباهي، فهمتني. وفما اللي ما مشيتش معاه معناها جرب مرة زوج ثلاثة كسر المولينية وروح قالك ما عادش نجرب، فهمتني. هي في النهاية تحب شوي صبر، يعني الطقس ماهوش عائق، يعني معناها ماهوش سبلة معناها الطقس، فهمتني. بالعكس هو الحوت الباهي اللي ياكل على الصنارة معناتها يخرج في الموفيتون معناها، فهمتني. في الأوقات اللي يبدأ فيها نو، يبدأ فيها البحر هايج وكل شيء، وقتها الحوت ياكل. والله الصنارة سهلة، هي عندك قصبة، فهمتني، مسومها ديما من نجم تاخد قصبة ب80 60 50 70 دينار، نجم زاد تشري قصبة كربون ب2 ملايين زاد، ما كيف ما فهمتني. وموليني هذا الموتار هذا، فهمتني، اللي يدور عليه الخيط. والله الطعم أنواع، فما طعم صناعي، فهمتني، المخايلة، يعمل مخايلة للحوتة معناها، فهمتني. طعم معناتها تشوف الحوت على أساس اللي هو معناتها حاجة تحرك مع حاجة، فهمتني. خاطر فما أنواع متاع حوت تاكل تتبع تجري، تحب معناتها مفترسة، تحب حاجة حية تتحرك، فهمني. واللي هي الطعوم الصناعية. وفما الطعوم اللي هي فيها الريح، اللي هي الطعوم معناتها دود ولا شوباي ولا كريفات، فهمتني. والله كل موسم وكذا. فما هو أنواع المصيد. فما السيرف كاستنج، يعني اللي هو الصيد بالقصبة ثابتة، معناها طيش سنارتك بالرصاص ومعناتها وكانت ثقل معناها، فهمتني. وتقعد على روحك تستنى لين يصير المس، فهمني. وهيك معناتها تتطلب بماتريال خاص، فهمني. وفما سبينينج اللي هو المخايلة، معناتها تطيش وتدور ديما تحرك، فهمني، كيما الطريقة اللي نعملوا فيها سبينينج، فهمتني. وفما التسقيط، معناتها فما الجيجينج يسموها بالانجليزي، اللي هي معناتها اللي هي في أكثر حاجة في الداخل، معناها في الفندق، في المياه العميقة، فهمتني. اللي هي عندها مثلا ماتريال خاص به. ما عندهاش وقت بالنسبة للطرح المصيد، ما عندهاش توقيت معين مثلا. هو في النهاية انت جاي معناها جاي مفضي روحك باش تمارس الهواية متاعك، فهمني. ساعات مثلا يكون مثلا تعرف اللي البحر ما فيهش حوت، فهمني. فما يا مثلا كيما في الفترة متاع الموات متاع البحر ديما يكون ضعيف الحوت، لأنه يعني فماش كورون، فماش طيارات مائية اللي يلعب فيها الحوت ويتحرك فيها. الأوقات المفضلة هي ال10 أيام متاع الحياة، فهمني. وقت اللي يولي فهمت البحر يعني فيه مالية ونزحة، فيه طيارات مائية، وقتها نجم معناتها في الغالب أن الحوت ياكل. والله تو حاليا قاعد حي معناها، إن شاء الله ربي يرزقنا وبالنسبة للتوقيت متاع المسجد راه ما ماكش مربوط بتوقيت، يعني وقت اللي تحس روحك أنت مارست الهواية متاعك وشبعت معناتها عملت كيفك تنجم تروح، فهمني. ما عندهاش معناها نقولوا توقيت مثلا، ماهيش توقيت إداري ولا مضبوطة بوقت معناها، فهمتني. أنت جاي معناتها، خاصة نحكي على الإنسان اللي جاي يمارس في هواية، مش جاي مثلا خدمة. أي بالطبيعة بالنسبة لي
هي معناتها هواية اللي تملى لك الوقت الفارغ متاعك. في نفس الوقت انت كي تجي باش تصطاد باش تتعرف على ناس، وغالبية الناس اللي تصطاد معناها هي تلقاها من الناس كبار السن اللي متقاعدين، فهمتني، اللي هم مثلا كانوا موظفين، هم شبعانين من الحياة، معناتها شبعانين تجربة. كي تخلطهم انت تقعد معاهم وتفدلك معاهم وتسمع منهم حكايات، مش كان في المسجد بس، معناها حكايات في الدنيا الكل تستفاد منهم، فهمني، تاخذ منهم خبرة. في نفس الوقت انت تنجم تبعدك مثلا، انك مثلا وقت الفراغ نتاعك خير من اللي تمشي مثلا تقعد في قهوة مثلا، ولا تمشي تمشي تحوس معناها، ولا فهمني. كي تجي للبحر ديما خير، فهمني، كيف نظيف، ثم قدر تسمعش كلمة مش باهية مثلا بين السنرجية، الناس كلها كبار في العمر تقدر بعضها، فهمتني، يحترموا بعضهم، رجال غالبيتهم رجال كبار، ثم القدر تحس عائلة، فهمتني. لريتها السنرجية تحس عائلة، يعني ساعات مثلا كي ما يجيش واحد مثلا تحس يفقدوه، فهمتني. كيما في العائلة مثلا كي يروح الناس المغرب، فهمت، كي يبدا واحد مثلا مازال ما روحش، العائلة تقول وين فلان، فهمتني. المسجد هكاك، فهمتني، هذا السنرجية تشوف فيهم كلهم عائلة واحدة.